السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكل المشاهدين الكرام في هذا البث المباشر من الملعب العربي الزولي بمدينة الدار البيضاء الذي يحتضن أولى لقاءات ومباريات إياب الدور الاحترافي قمة الجولة السادسة عشرة من الدوري الاحترافي إنوي. الوداد الرياضي يستقبل فريق المغرب الفاسي. حمزة الجناتي عميد فريق المغرب الفاسي، دار سمير القزاز هو الذي سيقود هذه المباراة بمساعدة زكريا برنسي وجمال المسلك. الحكم الرابع هو زهير كاظم. هذا هو طاقم تحكيم هذا اللقاء وصورة تذكارية على مستوى تقنيه الفار وتقنيه الفيديو. ايوب شرحبيل وعبد الحق المستغفر هما اللي غادي يقودوا تقنيه الفار خلال هذه المباراه. كريستيان سوندي اللاعب الكونغولي سجل لفريق المغرب الفاسي، وسيدي بن عمار لفريق الوداد. لقاء الذهاب المغرب الفاسي انتصر ب 1-0، كان هدف العميد حمزه الجناتي يعني حارس المرمى. الجناتي تمريره دي فرصه ومحاوله حميد احداد، والحكم يعلن على الخطا. الحكم يعلن على خطأ لفائدة فريق المغرب الفاسي وورقة حمراء، بطاقة حمراء في بداية هذه الجولة الأولى وفي بداية هذه المباراة. التمريرة كانت من الجناتي في اتجاه حميد أحداد. سنتابع الصورة مرة أخرى. جناتي حميد أحداد خطأ الكرة، و المتابعة كانت اسماعيل بن خطيب. الحكم اعتبر بان اسماعيل بن خطيب هو اخر مدافع. الوداد غادي يحاول يدبر الامور ديالو ب 10 ديال اللاعبين في الوقت. الجناتي كي التركيز قبل تنفيذ هذا الخطا. فرصه مرات جانبا من القائم الايسر لمرمى الحارس يوسف مطيع. مره اخرى الجناتي يشكل خطوره على دفاع ولا مرمى فريق الوداد. نتابع تسديده بقوه مرات جانبا. هذه فرصه تيمينو ميلولا، فرصه داخل منطقه الجزاء، امكانيه الهدف الاول لفائده فريق الوداد بواسطه اللاعب محمد الريحي كيتمكن من وضع الكره في الشباك مستغلا كان ارتباك على مستوى الدفاع ديال فريق المغرب الفاسي، وفرحه كبيره لجماهير فريق الوداد. اذا الوداد كيتمكن من انه ياخذ تقدم. تحدثت بان النقص العددي احيانا كيعطي دفعه قويه للاعبين. التمريره كانت خاطئه. تيمينو ميلولا للساخي، تيمينو يمرر بشكل ممتاز للريحي، ما زاد ما نقص وضع الكره في الشباك. نتابع هذه الفرصه ديال المحاوله. سنتابع هذه الركنيات. لعبت الكره داخل منطقه الجزاء الراسيه ديال الضيراني. المتابعه من المنعم بوطويل. تدخل الدفاع ايمن شباني للعبيد حمزه الجناتي. تمرير من حمزه افصل اتجاه حميد احداد. فرصه خطيره حميد احداد، والهدف التعادل لفائده فريق المغرب الفاسي بواسطه البوتسواني كابيلو سيكانينغ. كيتمكن من متابعه الكره ووضع الكره في الشباك. هدف تعادل لفائده فريق المغرب الفاسي. فرحه كبيره لجماهير المغرب الفاسي الحاضره بقوه كذلك في هذه المباراه. اذا المغرب الفاسي كيتمكن من تسجيل هدف تعادل. لاحظوا الفرحه الكبيره مع المدرب ومع الاطار الوطني اكرم روماني لحميد احداد لكابيلو سيكانينغ اللي نجحوا في انه يوضعوا الكره في الشباك. حميد احداد رفع الكره على الحارس يوسف مطيع، والمتابعه كانت ديال كابيلو. غادي نتابعوا اللقطه منذ البدايه. منعم بوطويل، هنا كانت الراسيه، ابعاد الكره واخراجها من ايمن شباني. طلقت من العميد حمزه الجناتي لحمزه افصل لعب الكره الطويله البحث على حميد احداد. هنا اسامه الزبراوي ما تمكنش من ابعاد الكره. تدخل استرجاع الكره من حميد احداد. الحكم كيطلب من وسط اللقاء ما كاينش هناك خطا. اسامه الزبراوي هذه فرصه الريحي، فرصه مرات جانبا. ممتاز اللاعب محمد الريحي يسدد بكل قوه. الكره مرات بسنتيمترات على المرمى ديال الحارس صلاح الدين شهاب. غادي نتابعوا التدخل. الحكم طلب وسط اللقاء في الوقت حميد احداد يعني بحث عن الخطا. الحكم يطلب وسط اللقاء، والريحي كاد يوضع الكره في الشباك بتسديده قويه ما مشاتش بعيد. هي سعيد للتنفيذ. حمزه الساخي رفع الكره، فرصه الراسيه مشات فوق المرمى. الراسيه ديال اللاعب منعم بوطويل في الوقت للحكم المساعد رفع الرايه. كانت فرصه ومحاوله لفائده فريق الوداد الذي يحاول الاعتماد على الكره الثابته. بالفعل بوطويل
في الوقت اللي الحكم ديال المباراه ينهي اطوار هذه الجوله الاولى بالتعادل الايجابي هدف لمثله بين الفريقين. محمد الريحي اللي سجل الهدف الاول لفائده فريق الوداد، وكابيلو سيكانينغ الذي عدل الكفه في حدود الدقه 39 لفائده فريق المغرب الفاسي. الوداد الذي يلعب بنقص عددي بعد الطرد اللي والورقه الحمراء اللي تلقاها اسماعيل بن خطيب. اذا تعطى الانطلاقه ديال هذه الجوله الثانيه، والكره لفائده فريق المغرب الفاسي. الشوط الثاني تكون القراءات التقنيه والقراءات التكتيكيه للمدربين. منعم بوطويل، هذه فرصه، رجعت الكره من جديد لفائده فريق المغرب الفاسي، تمنى داخل منطقه الجزاء الراسيه ديال اللاعب حمزه الساخي. فرصه تسديده مره جانبا، فرصه ومحاوله لفائده فريق المغرب الفاسي. كانت تسديده قويه امامنا العميد حمزه الجنتي. لاحظوا رجعت الكره، تسديده مره جانبا، اعتقد حمزه افصل، بالفعل حمزه افصل هو اللي سدد الكره الاخيره. جمال حركاس تمريره خاطئه، يوسف انور، تدخل وابعاد الكره عند اللاعب سيدي معمر، اللاعب الموريتاني، انطلاقه ديال البوتسواني او لاعب مايلولا. هذه فرصه، تدخل الدفاع وتدخل حارس صلاح الدين شهاب. تمريره من الجهه اليمنى في اتجاه لاعب جنوب افريقيا جيميلو مايلولا، تدخل الحارس صلاح الدين شهاب. كانت فرصه ومحاوله اللي قادها الموريتاني سيدي معمر وحاول ان ينهيها جيميلو مايلولا. اشرف رماش، هناك لاعب سقط بالتالي خارج الكره. كره رياضيه خارج ارضيه الملعب، والحكم كيستدعي الطاقم الطبي. سيدي معمر عند اسامه الزمراوي، تمريره في الجهه اليمنى، محمد الريحي يرفع الكره، هذه فرصه، جيميلو، تدخل الحارس صلاح الدين شهاب. فرصه ومحاوله لفائده فريق الوداد امامنا جيميلو مايلولا. لاحظوا التمريره من طرف لاعب الريحي، رفع الكره بطريقه ممتازه. سيدي معمر عند اسامه الزمراوي، تمريره في الجهه اليمنى، محمد الريحي يرفع الكره، هذه فرصه، جيميلو، تدخل الحارس صلاح الدين شهاب. فرصه ومحاوله لفائده فريق الوداد امامنا جيميلو مايلولا. لاحظوا التمريره من طرف لاعب الريحي عند اللاعب حمزه الساخي، تمريره لاسامه الزمراوي، سيبون عمار، تمريره عرضيه، الحكم كيعلن ضربه جزاء. يعلن عن ضربه جزاء لفائده فريق الوداد، سقوط جيميلو مايلولا، والحكم يعلن عن ضربه جزاء لفائده فريق الوداد. اذا الوداد ينجح في الحصول على ضربه جزاء في الوقت. الحكم كيطلب من اللاعبين بان يكون هناك هدوء. جيميلو مايلولا لاعب كيف ما كان الحال اللي خلق متاعب على مستوى الدفاع ديال فريق المغرب الفاسي، ينجح في الحصول على ضربه جزاء. سنتابع الاعاده. اسامه الزمراوي، تمريره عند اللاعب الموريتاني سيبون عمار، سواء الفريق الوداد سواء الفريق المغرب الفاسي. اذا الحكم غادي يمشي يتابع الصوره. اذا الحكمين يطلبوا من الحكم المباراه انه يجي ويشوف الصوره، وبالتالي انه ياخذ القرار النهائي. الاعتماد على شاشه الفار وتقنيه الفار كتبقى دائما تقنيه مساعده للحكام في اخذ القرارات الصائبه. اذا سمير قزاز سيتابع الصوره. التمريره ديال سيبون عمار وسقوط جيميلو مايلولا. إذا الحكم يتابع الصورة، كيما كيتابع كيف كانت التحركات، كيف كان الاحتكاك، هل كان تظاهر بالسقوط، هل كان هناك دفع، هل كلها أمور الآن اللي فقط كنبغي نحاول نوصل الصورة بالنسبة للمشاهد الكريم. أما القرار فكيبقى القرار النهائي وللحكم سمير قزاز. إذا نتابع التمريرة ديال سيدي بن عمار، اللاعب والمهاجم الموريتاني دخل خلال هذه الجولة الثانية. إذا الحكم سمير قزاز الآن خدا القرار ديالو، سنتابع القرار النهائي. إذا بعد متابعة الصورة الحكم كيقول ما كاينش هناك ضربة جزاء.
الحكم يقتنع بأنه ما كاينش هناك ضربة جزاء. أحداد كيمرر في الوسط، حمزة أفصل في الجهة الأولى. هذه فرصة محاولة لفائدة فريق المغرب الفاسي. الكرة في الشباك، والكرة في الشباك. البدوي محمد البدوي تابع الكرة، كيتمكن من وضع الكرة في الشباك. هدف ثاني لفائدة فريق المغرب الفاسي. تحدثت على محمد البدوي وعلى تحركات محمد البدوي، اللاعب اللي كيتمكن من الوصول للمرمى والوصول للشباك في الوقت اللي فريق الوداد كان يبحث عن إمكانية الوصول لمرمى الحارس صلاح الدين شهاب. مرتدات الهجومية، نتابع هذا الفرصة وهذه المحاولة. طارق الساتي يسدد، ثم البدوي ينزل ويضع الرجل ديالو، وبالتالي يعني خدع الحارس يوسف مطيع وخدع الجميع وضع الكرة في الشباك. هدف ثاني. اللاعبين والمدافعين ديال فريق المغرب الفاسي. حميد أحداد خدع الكرة، حميد أحداد خدع الكرة. تدخل الحكم يعلن خطأ لفائدة فريق المغرب الفاسي. الحكم يعلن على خطأ لفائدة فريق المغرب الفاسي وإنذار لأيمن الضيراني. جناتي، لاحظوا ثلاثة ديال اللاعبين اللي كيشكلوا الحائط لأنه كيعرفوا القيمة ديال جناتي كيسداد، وتدخل دائما خطورة، فرصة والهدف الثالث. هدف ثالث لفائدة فريق المغرب الفاسي. تحدثت على إمكانية استثمار الكرات الثابتة، وهدف ثالث لفائدة فريق المغرب الفاسي بواسطة اللاعب حميد أحداد، هو اللي اعتقد وضع الكرة في الشباك. فرحة كبيرة جماهير ديال فريق المغرب الفاسي بهدف ثالث. كنقول بأنه النقص العددي بدا كيبان على فريق الوداد في هذه الجولة الثانية. تمريرة اتجاه اللاعب مطار دياي دخل داخل منطقة الجزاء. فرصة ومحاولة لفائدة فريق المغرب الفاسي. مطار دياي يسدد، دائما خطورة متواصلة. محاولة بواسطة اللاعب زكريا فاتي يسدد، وتدخل الدفاع في الوقت. الحكم المساعد رفع الراية. كانت فرصة ومحاولة لفائدة فريق المغرب الفاسي. الساتي استرجع كرة جميل ميلولة عند اللاعب سيدي بن عمار داخل منطقة الجزاء. فرصة ومحاولة لفائدة فريق الوداد. نسيم الشادلي، ممتازة من نسيم الشادلي المتابعة، ولكن الكرة مرت من أمام المرمى. كانت فرصة ومحاولة. نسيم الشادلي بحث على وليد الناصي في القائم الثاني، ولكن الكرة مرت من أمام وليد الناصي. تضيع هذه الفرصة وهذه المحاولة على فريق الوداد. كانت من الفرص والمحاولات الجادة للتسجيل. نتابعوا هذه الفرصة وهذه المحاولة وهذا الخطأ والكرة الثابتة لفائدة فريق الوداد. حمزة الساخي وتدخل الحارس صلاح الدين شهاب. حمزة الساخي سدد بكل قوة، وتدخل الحارس صلاح الدين شهاب في المكان المناسب. نتابع من جديد هذه الفرصة وهذه المحاولة لفائدة فريق الوداد بكل قوة، وتدخل الحارس صلاح الدين شهاب في المكان المناسب. هذه فرصة ومحاولة. كابيلو سيكاني طلب الكرة لاعب مطار دياي. كابيلو كيمر عند زكريا فاتي. البدوي مرة أخرى. زكريا فاتي، هذه فرصة مرت جانبا. فرصة ومحاولة بواسطة زكريا فاتي. كانت فرصة تسجيل الهدف الرابع لفائدة فريق المغرب الفاسي. لاحظوا هذه التمريرات القصيرة. البدوي رجع الكرة. زكريا فاتي بكل هدوء، الكرة مرت جانبا من القائم الأيمن. زكريا فاتي، هذه فرصة محاولة. نفذات محاولة خطيرة، والهدف الرابع لفائدة فريق المغرب الفاسي. محمد البدوي امام كنقول يعني انهيار ديال الدفاع ديال فريق الوداد. كيستغلوا محمد البدوي ويودع الكرة في الشباك. هدف رابع لفائدة فريق المغرب الفاسي امام يعني حيرة، والصورة واضحة واندهاش ديال الجماهير ديال فريق الوداد. المغرب الفاسي يتمكن من تسجيل الهدف الرابع. 4 ديال الاهداف مقابل هدف واحد. فرحة كبيرة جماهير ديال فريق المغرب الفاسي. لاحظوا التمريرات القصيرة باللاعبين ديال المغرب الفاسي. المغرب الفاسي سيعود ب3 نقاط ستكون غالية، لأنها من قلب مدينة الدار البيضاء وأمام فريق الوداد إلى نهاية
هذه المواجهه بفوز فريق المغرب الفاسي 4 الاهداف مقابل هدف واحد. فرحه كبيره للاطار الوطني اكرم روماني.